مسافة. إذن ينطلق الآن سيداتي وسادتي الشوط الخامس. فعلا أندي رود يتراجع الخلف مباشرة بعد الانطلاقة، بينما دوني روفر هو اللي يتصدر السباق من البداية. فورن دوبليمات بفارق 3/4 الطول يأتي ثانيا، بينما كيز كوليزي يأتي في المركز الثالث. إذن 3 جهات في موقع واحد، دوني روفر، فورن دوبليمات وكيز كوليزي، وثم يأتي خلفهم أيضا هنالك أيضا فيد ذا جوتر. بينما المركز الرابع هنالك محاولات من قبل مراوغ. إذن حتى الآن هنا دوني روفر هو اللي يتصدر السباق من البداية، وحتى الآن هنا المركز الثاني الملاحقة والمطاردة من قبل فورن دوبليمات، بينما فيد ذا جوتر يأتي في المركز الثالث. هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، ولا زال دوني روفر هو اللي يتصدر السباق، وثم يأتي فورن دوبليمات في المركز الثاني، بينما فيد ذا جوتر من وسط الجهاد أيضا قادم. فعلا أيها السيدات والسادة، ومن الجانب الآخر هنالك فينيس فيرز. فعلا في هنا دوني روفر وفينيس فيرز، وأيضا فيد ذا جوتر من وسط الجهاد، وأندي رود أيضا يندفع بقوة في آخر الأمتار. فعلا أيها السيدات والسادة، فعلا أندي رود، وهنالك أيضا محاولات من قبل دوني روفر. فعلا أندي رود أيها السيدات والسادة من ينتزع الشوط الخامس، ويهدي المدرب عبد الجليل الملاح. جميل ينتزع الشوط الخامس. The result for the 5th race, the winner is number 9, Andy Royd, Andrew Elliott. Second is number 2, Murawig, Hassan Safar. Third is number 5, Donny Rover, Darren William. Andy Royd. He's chestnut gelding, 6 years old. He's by Dandy Man out of Noble View, owned by Mallah Syndicate, trained by Abdul Jalil Mallah, and ridden by Andrew Elliott. A double for the owner and trainer and the rider. هنا يصل الفائز أندي رويد بطل الشوط الخامس ليأخذ الصورة التذكارية مع المدرب والمالك والفارس. أيضا ألف مبروك للفائزين، وحظ أوفر للذين لا حالفهم الحظ في السباقات القادمة. فعلا وهذا هو الفوز الثاني في هذا اليوم للمالك والمدرب. تقدم يعني حتى الدستن، حتى المسافات صحيح تتغير عندها. فاعتقد ان اليوم اندرويد في مسافة 1400 متر قدم مستوى جدا طيب، ويستطيع هذا الحصان على هذا السيناريو اللي شفناه اليوم يستطيع ان يعمل الميل بكل اريحيه. واعتقد ان جليل الملاح وقف على هذا المستوى، ونتمنى له التوفيق. هذا التتويج نعم من يد سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد الله يطول عمره. هذا البطل صاحب الانجازات في هذا الموسم يقدم الكاس لعبد الجليل الملاح، يستاهل بكميل من خلال ثاني الانتصارات له في هذا المهرجان صراحة، من خلال الجياد ومن خلال الأسماء اللي تواجدت في هذا العرس اليوم، ولجعل هذا أيضا من خلال الأشواط